قول له تمام ربنا يستر. دور على حماده، عمر ايه اللي انت هندسه. عامله يا ابني ده؟ ايه اللي انت هندسة. لابسه ده يا حبيبي؟ سعان سعان ايه يا ابني؟ جايبه منين ده؟ وراك كما جت عربيته انا اولى. حط عربيته يا حماده، اللي انت بتعمله فيا ده يا حماده. بتعمله ايه يا حماده؟ ايه اللي انت عامله ده يا حماده؟ يعني لابسني نص كم وكمان سعان. بصيف في الشتاء هندسه. صيف في الشتاء؟ ركز معايا يا ابني. مش وقته بقى، مش وقته. المهم العربيه دي هنغير الزيت بتاعتها وهنظبط الدنيا. دي عربيتي. عيب عليك. اتفضل بقى غير الزيت. ده عربيتك يا هندسه. الزيت بغيرها كل مره. كل مره. انت كل مره. يلا. ولا احمد ولا مش وقته، مش وقته. بص ولا يا معلم، انا عايزك تروح تجيب لي الزيت اللي انا بستخدمه. ايوه يا معلم. سيبك من اللي هو قال عليه. عينيا يا معلم. انت عارف ده مين الاول؟ مين ده يا معلم؟ الباشمهندس بتاع الماركه. يا نهار اسود يا معلم. تعالى بس تعالى. بص يا ابني. ايوه يا معلم. روح لعم موزع بتاع الزيت. ايوه يا معلم. قول له بقول لك الاسطى حماده. تمام يا معلم. 2 كيلو زيت من المخصوص بتاعنا. حاضر يا معلم. المخصوص بتاعنا. تمام. واتك على كلمه المخصوص دي. متأكد يا معلم؟ عشان هو فاهم. حاضر يا معلم. الله يكرمه. ولا اتاخر ليه بس؟ بقاله ساعتين. ايه يا ابني في حاضر يا ايه؟ معلم. ايه؟ هم دول اللي انت بتقول عليهم؟ ده المهندس ده الهندسه لو عرف هينفخنا. فوقنا ايه يا ابني؟ روح اتكل على الله. اكل يا زيت اكل ايه؟ روح بس. ده بتاع فول ده، مش عرفكم. اكدت عليه هلا ده المخصوص بتاعنا. اكدت ان هو ده مخصوص، بس انت كده الهندسه مش هيسيبنا يا معلم. مش عرفك انت بس، روح بس كده. الزيت بتاع اكل ايه اللي جابه للمكنه يا معلم؟ روح حبيبي بس، روح روح. خد يا ابني اخفي الازازتين دول محدش يشوفهم. كده الهندسه هينفخنا. انفخ مين يا عم؟ اتكل على الله. ده انا مشغل المركز هنا. احنا هنتنفخ نفخ دلوقتي. نفخ ايه بس وبتاع ايه بس؟ نفخ ايه يا ابني؟ ايه اللي نفخ ايه؟ عايزين في الكوره ده ما احنا هنلعب كوره هنا؟ بس يا ابني بقى يا ابني. حطيت الزيت اللي بحط منه على طول. كده تعصبه. حطيت لك يا باشا اللي انت عايزه. كله تمام. ربطت زيزو ده. الفلتر وكله كله تمام اللي هو زيزو ده. زيزو تمام. يعني الزيت تمام. كله زيزو تمام يا باشا اللي انت طب عايزه. يعني نطمن يعني ولا ايه؟ كله تمام ربنا يستر. دور على بص لي المكنه. انا ما جيتش جنبها. ما جتش جنبها فين؟ خد انا تعالى. فين الزيت اللي حطيته؟ والله العظيم الهندسه هو اللي قال لي حط دول يا هندسه. ايه ده؟ ايه الزيت ده؟ هو قال لي حط دول والله. هم دول المخصوص انا. اي 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 معلش معلش معلش. هو في ايه؟ كله في عيني. انت بتاع فوق شويه فوق شويه. ايوه راسي الحته دي. طبعا يا حماده بعد ما عمل الكارثه دي انا قايل له حط زيت روزيل 45. انا بستخدمه في عربيتي. المشكله اللي هو عمل كارثه كبيره اللي هو حط زيت ده. مالك يا ابني في ايه؟ هو ده الزيت اللي قلت لك عليه؟ بتحط لي زيت ايه؟ انا شديتك حط زيت روزيل زيت 800 5 دبل 40. ها؟ الزيت اللي هو حاطه وانت عامل له نحت في الكرش ده. قول له الكرش ده خالص. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل ايه؟ مش هوديك المستشفى، انا هعالجك هنا. هات يا ابني شغال يا ابني الصاروخ يا ابني. زيت روزيل بقى عامله لك كل المواصفات وكل اللي زوجها لكل عربيه. حتى عامله لك في العربيات الهيجين اللي هي هايبريد عامله زيت اللي هو 016 وده طبعا العربيات الهايبريد. كمان ال 020 ده انسى اللي هو زد 800 وعامله لك 040 وكمان 5 دبليو 30 وعامله لك كمان اللي هو 25. ده انت كل عربيه ليها اللزوجه بتاعتها. تيجي بقى في العربيات اللي هو 020 ده طبعا في العربيات الجديده كلها معاك 45 ومعاك 45 وال 45 ده طبعا زد 800 وعندك كمان ما تنساش اللي هو 10 دبليو 40 MOS. طبعا الزيت الاسود او الماده المستخدمه للزيت اللي بيستخدم من زيت الطيارات الماده او الاضافه اللي مستخدمه ليها. ومعاك كمان 030. كل حاجه هتلاقيها في زيت روزيل طبعا حاجه تحفه جدا. بيمشي 3000 وبيمشي 5000 ده حاجه جميله. ومعاك كمان 1550 ده بيمشي 1550 ده حاجه محترمه جدا. وال 1040 اللي هو العادي طبعا بيمشي 8000 ممكن تنزله طبعا حاجه كويسه. ومعاك بقى اخر حاجه اللي هو 45 وفي ال 35 وكل حاجه تمام. في ناس كتير قوي بتسال انا احط الزوجه كام في عربيتي واستخدم نوع زيت ايه؟ النوع ده حسب ارتياحك النفسي. اي عربيه مصنعه بيكتب لك في الكتيب بتاع العربيه ان انت بتستخدم الزوجه كام. فهنبدا من اول زيرو صيانه او اول زيرو عداد. فالعربيه بتاعتك لما بتبقى زيرو بيبقى مكتوب الشركه المصنعه على عربيتك بتقول لك استخدم الزوجه اللي تستخدم في عربيتك قد ايه او الزوجه اللي تمشي مع عربيتك ايه. وفي ناس كتير قوي بتقول لك لما بيجي الكيلومتر يعلى معايا ابدا هنا على اللزوجه تلقاء نفسها واجتهادا. ده غلط. طول ما انت ماشي بعربيتك وطول ما الزيت ما بينقص معاك استخدم اللزوجه اللي انت مستخدمها على طول. بيعتمد على حاله موتور عربيتك وحسب مشيك انت. لما تيجي تعلي لزوجه الزيت بتاعه عربيتك مش على حسب الكيلومتر ما بيعلى معاك، ده على حسب نقصان الزيت اللي بيظهر معاك. يعني مثلا لما يجي الزيت ينقص معاك على 35 وانت بتغير على طول 35 والكيلومتر عالي معاك بس بدا ينقص، انت كده بتعلى معاك ل 45 علشان الموتور بدا ينقص معاك زيت. لو هتعلى من 45 لحد 1040 فالموتور بدا ينقص معاك زيت، عشان كده انت بتعلي من 45 ل 1040. احنا بنقول نعلي اللزوجه مجرد ما يبدا الزيت بتاعك ينقص معاك.
ينقص معاك ابدا بعد كده اللي انت تزود اللزوجه بتاعتك، انما ما تزودش اللزوجه بتاعتك من نفسك او اجتهادا من نفسك او لما تسمع حد. على فكره في ناس كتير قوي بتبقى ماشيه بالعربيه بتاعتها عامله 200,000 و300,000 ولسه بتستخدم 35 و45 كده، الموتور بتاعها كويس ومش محتاجه تعلي اللزوجه بتاعتها وتفضل مستمره عليه. الناس بقى اللي بتيجي تشتري عربيه استعمال وتيجي تسالني في تعليقات يا هندسه انا لسه شاري عربيه وحط لزوجه كام، انا ما اقدرش اقول لك حط لزوجه كام لان انا ما شفتش الموتور. الموتور ده انت بتختبره قبل ما تحط زيت، لازم الفني بتاعك يعرف حاله المكنه بتاعتك هيستخدم لها زيت ايه. لو المكنه بتاعتك صوتها كويس ومفيش اي مشاكل منها ابدا بال 45. لو العربيه عامله 100,000 كيلو وهي استعمال، انت كده بتجرب في اول زوجه زيت 5 دبل 40 ل 10,000 اللي هو اقصى حاجه بيمشي 10,000. مش معنى لو هو بيمشي 10,000 ومكتوب على الجالون 10,000 يبقى هو بيمشي 10,000، لا هو بيقول لك الحد الاقصى بتاعه 10,000. انت تنزله على 8,000 لهدف علشان في 2000 كيلو انت طبعا مدور عربيه بتسخن عربيه واقف في اشاره شغل تكييف بتتكلم في تليفون، الكلام ده كله في استهلاك موتور داير معاك. فالاستهلاك الموتور الداير ده نقول 2000 كيلو نركنهم على جنب فننزل الزيت على 8000. في ناس تقول لك انا ماشيه بقى بالزيت على 12,000 و15,000، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. احنا لينا اللي احنا ماشيين بالاجواء بتاعتنا في مصر هنا، اللي احنا نمشي على حسب امكانيات عربياتنا في مشينا جوه اجواء بلدنا هنا، فاحنا بنمشي عليها. لان طبعا ما تنساش ان انت قله صيانتك في العربيه او انت بتيجي تاخر على الزيت فبتبهدل موتور عربيتك من جوه، والكلام ده كله بيزعل معاك موتور عربيتك. بس في نوع زيت روزويل انا بستخدمه، يعني شركه روزويل عامله لك كل الاضافات وكل الزيوت اللي هي بتنفع عربيتك من كل اللزوجه، تبدا معاك من اول الزيرو لحد اعلى زيت فيها. يعني انت حسب عربيتك ما هتستخدمه وهتستخدم الزيت بتاعك، كل واحد ليه الراحه النفسيه اللي هو بيستخدم الزيت بتاعه. بس احنا لما بنتكلم عن شركه المانيه مجربينها في العربيات وعامله تقنيه حلوه جدا والناس ما اشتكتش منه، بنوصل ان احنا بنحط افضل حاجه لعربياتنا عشان نحافظ على مواتير عربياتنا. لان مواتير عربياتنا مش لعبه، لازم نحافظ عليها، وعلى قد ما نحافظ عليها كل ما هتدينا اداء اكتر. فاللي بيستخدم الزيت روزويل بيستخدمه اللي هو الماني 100%. انت عارف الالمان لما بيعملوا تقنيه تبقى تقنيه كويسه جدا في الزيوت، والمانيا بتصنيع الزيوت صنع لك زيت بيمشي مع احتياجات عربيتك.